طب اقولك على حاجة وهتصدقني. الست اللي مش تغير عليك وتنكد عليك بسبب غيرتها دي تبقى ما بتحبكش. اصلها لو مش بتحبك عمرها ما هتغير عليك، ولا هتبقى فارق معاها في اي حاجة. هتبقى زيك كده زي اي حد، انسان عادي. لكن لازم تفهم وتعرف ان الغيرة والمشاكل اللي بتيجي بسبب الغيرة وبعد الغيرة دي ما هي الا حب. وده مش معناه ان هي حاسة بالنقص، لا، ده من شدة حبها ليك. مش طايقة تشوفك مع اي حد غيرها، مش طايقة تشوفك بتكلم اي حد غيرها، مش طايقة تشوفك بتحب اي حد غيرها. وربنا يسعدكم جميعا. يا ترى مقتنعين بكلامي ده ولا لا؟ منتظرة رأيكم في التعليقات. طب اقولك على حاجة وهتصدقني. الست اللي مش تغير عليك وتنكد عليك بسبب غيرتها دي تبقى ما بتحبكش. اصلها لو مش بتحبك عمرها ما هتغير عليك، ولا هتبقى فارق معاها في اي حاجة. هتبقى زيك كده زي اي حد، انسان عادي. لكن لازم تفهم وتعرف ان الغيرة والمشاكل اللي بتيجي بسبب الغيرة وبعد الغيرة دي ما هي الا حب. وده مش معناه ان هي حاسة بالنقص، لا، ده من شدة حبها ليك. مش طايقة تشوفك مع اي حد غيرها، مش طايقة تشوفك بتكلم اي حد غيرها، مش طايقة تشوفك بتحب اي حد غيرها. وربنا يسعدكم جميعا. يا ترى مقتنعين بكلامي ده ولا لا؟ منتظرة رأيكم في التعليقات. طب اقولك على حاجة وهتصدقني. الست اللي مش تغير عليك وتنكد عليك بسبب غيرتها دي تبقى ما بتحبكش. اصلها لو مش بتحبك عمرها ما هتغير عليك، ولا هتبقى فارق معاها في اي حاجة. هتبقى زيك كده زي اي حد، انسان عادي. لكن لازم تفهم وتعرف ان الغيرة والمشاكل اللي بتيجي بسبب الغيرة وبعد الغيرة دي ما هي الا حب. وده مش معناه ان هي حاسة بالنقص، لا، ده من شدة حبها ليك. مش طايقة تشوفك مع اي حد غيرها، مش طايقة تشوفك بتكلم اي حد غيرها، مش طايقة تشوفك بتحب اي حد غيرها. وربنا يسعدكم جميعا. يا ترى مقتنعين بكلامي ده ولا لا؟ منتظرة رأيكم في التعليقات. طب اقولك على حاجة وهتصدقني. الست اللي مش تغير عليك